عالمي يا شيكا، عالمي يا شيكا. أخيرا الزمالك فاز في الخليج. عالمي يا شيكا بجون عالمي. الزمالك يفوز 3-0 ضد أهلي جدة في نهائي كأس التحدي في دبي. مبروك للزمالك والزملكاوية. أي نعم بطولة ودية، بس احنا لعبنا 3 ماتشات قبل كده في الخليج، ماتشات ودية كزمالك يعني، واتغلبنا أول ماتشين 2-0 و2-0، وبعد كده غلبنا الوداد في البطولة دي المغربي، الوداد أو الرجاء المغربي، ولعبنا النهائي وخدنا الكأس الرمزية. وشيكا كان عالمي بالجون الأولاني، وبعدين أوباما جاب التاني، وعمار ياسر جاب التالت. الفرقة ابتدت تفوق، كانت نايمة قبل كده في الماتشات اللي قبل كده. الجمهور العظيم الزملكاوي ما شاء الله عليه، كان حاجة تفرح في الاستاد. اي نعم ما كانش مالي الاستاد، بس كان حاجة تفرح. اخيرا الزمالك فاق وعواد فاق. الدفاع لسه عايز تظبيط، الونش محمود علاء لسه عايز تظبيط. عمر جابر كان كويس، عواد كان كويس. اللي بقى لفت نظري وربنا بقى يحرسه ويديله الصحة، ويعني والمكنة تجيب قماش اكتر، هو سامسون اكينولا اللي هو اللعيب بتاعنا التخين ده، اللي هو اللي كل الناس بتتريق عليه. بقى يعافر، بقى يحاول يصنع اهداف ويجيب اهداف، بيعمل كور لزمايله. ومعتمد جمال مديله الفرصه، وانا مبسوط قوي من كده، ان يعني سامسون ده يمكن ربنا ينفخ في صورته ويبقى لعيب يعني مميز في الزمالك. اوباما كالعاده بيجيب الجون التاني وكان كويس، وشيكا عمل رقصته، والزمالك الحمد لله فرح جمهوره الغلبان، جمهوره اللي بيعشقه في دبي. ويا رب بقى هيرجعوا دلوقتي للكونفدرالية والدوري، وربنا يسهل بقى في الماتشات الجاية. طبعا لسه محتاجين لعيبة كتير، علامات استفهام على لعيبة كتير، بس يا رب لو فعلا فكوا القيد يجيبوا لعيبة مميزة، خصوصا في خط الظهر وفي الهجوم وخط الوسط. مبروك للزمالك، عالمي يا شيكا. يعني على الأقل حاجة فرحتنا امبارح شوية بعد هزيمة منتخب مصر. ويا رب دايما الزمالك منصور وفايز. واشكركم لحسن المتابعه، وكانت حلقه سريعه كان لازم اهني الزمالك فيها. واشكركم حسن المتابعه، ودايما على خير وصحه وسلام. لو عجبكم الفيديو ده اشتركوا في القناه وتابعونا، ونشوفكم دايما على خير ان شاء الله. شكرا جزيلا، ميرسي.